قال رشيد بن محمود مساعد الناخب الوطني: بان أمين عدلي يوجد الآن في نفسية جيدة بعد المعاناة التي عاشها بعد وفاة والدته، تغمدها الله بواسع رحمته. قال بن محمود: أمين عدلي رفعنا من معنوياته بعد أن عاش حزنا كبيرا على وفاة والدته، وهو اليوم يشارك في الحصص الجماعية للفريق الوطني، وفوق ذلك يريد أن يسجل هدفا ليهديه لروح والدته، تغمدها الله بواسع رحمته، وهو مؤمن بقضاء الله وقدره. شارك أمين عدلي اليوم في الحصة الجماعية للفريق الوطني التي خاضها تحضيرا لمباراة تنزانيا بملعب التدريب أوغست دينيز، حيث بدا بمعنويات جد مرتفعة بالرغم من الحزن الذي خيم عليه بعد فقدانه لوالدته. وتأكد المنتخب بأن أمين عدلي قد يشارك في مباراة تنزانيا المقررة يوم الأربعاء 17 يناير الجاري بملعب لورنبوكو. وحظي أمين عدلي بدعم كبير من لاعبين وطاقم الفريق الوطني للتخفيف من إحزانه، حيث ظهر في التداريب وهو يتطلع للمشاركة في مباراة تنزانيا، ولم لا تسجيل هدف يهديه لروح والدته